الميريا كان على موعد مع العودة إلى دور الواجهة بعدما غادره هبوط الموسم 2010-2011. أما جيرونا فأراد محو نتيجة خسارته ذهابا على أرضه بهدف دون رد، ووضع يده على آخر تذكرة للارتفاع إلى دور الأضواء. لكن الميريا أطفأ كل أنوار آماله بهدف وقعه أليكس فيدال قبل انقضاء الدقائق 20 الأولى للمباراة، لتنحصر دقائق الشوط الأول بين هجمة وردها أصابه العقم كلها. في الشوط الثاني دخل الفريق الأقرب إلى الصعود الميريا، دخل ليضع قدمه الثانية في دور الواجهة، وتمكن من ترجمة رغبته في مغادرة دور الدرجة الثانية بهدف تشارلز في الدقيقة 53، ليبتعد حلم العودة في المباراة بالنسبة لجيرونا الذي تكسرت أمانيه، ليزيدها تحطيما انفراد تشارلز بالحارس في الدقيقة 70 موقعا الثالثة لفريقه والثانية له. ولم يتمكن جيرونا من تسجيل هدف الشرف في شباك الصاعد الجديد الذي تجهز مناصره للاحتفال في انتظار الصافرة. وبعد سماع صوتها اقتحم المناصرون الملعب فرحا بالعودة تحت شعار هنا الأندلس.